اهلا بيكم. النهارده في مطبخ ليليان هنعمل مع بعض كريسبي تشيكن ستريبس مقرمشه جدا وجوسي من جوه، هتعجبكم قوي. يلا نبتدي. انا جبت نص كيلو من الفراخ، القطع اللي هي التندرز. انتوا ممكن تجيبوا صدور فراخ وتقطعوها قطع مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي. هنبتدي نتبلها ببابريكا وتوم باودر، ملح وفلفل وريحان ناشف وكوبايه ميه. هنحط كل البهارات على الفراخ مع المية. تتبيلة سهلة قوي. الريحان بيدي طعم حلو قوي، لو مش متوفر عندكم ممكن ما تحطوش، بس هو فعلا بيدي طعم حلو قوي. هنقلبها كويس قوي وبعد كده هنغطيها ونسيبها في التلاجة على الأقل 12 ساعة، أو ممكن تسيبوها قبلها بيوم كامل علشان التتبيلة تطري الفراخ بتاعتنا واحنا بنقليها، وكمان تشرب من طعم كل التوابل دي. تاني يوم انا طلعتها من التلاجة قبلها بساعة، وجهزت عندي هنا كيس من اكياس التلاجة، حطيت فيه كوبايتين كبار من الدقيق، ومعايا 3 معالق من النشا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بابريكا وكركم، توم وبصل باودر وفلفل اسود. هنحط كل البهارات على الدقيق مع النشا والبيكنج باودر عشان نعمل خليط الكفر اللي احنا هنعمل بيه الكريسبي تندرز. انا بحب قوي طريقة الكيس البلاستيك في اي حاجة هعملها كريسبي، بتوفر عليا وقت وكمان مش بتبهدل المطبخ، بتبقى الدنيا نظيفة ومش بنستخدم اطباق كتير. دلوقتي هنبتدي نطلع الفراخ ونعمل الكفر بتاعها. انا جبت طبق فيه مية باردة من الحنفية عادي خالص، وهناخد حوالي 3 أو 4 قطع بالكتير قوي كل مرة، ونحطهم في خليط الدقيق حسب حجم قطع الفراخ اللي انتم مقطعينها. هناخد 3 قطع ونحطهم في الكيس، ونقفل الكيس كويس ونرجه كويس قوي لحد ما نتأكد ان الفراخ اتغطت كويس. دي اول طبقة من طبقات اللي احنا هنحطها على الفراخ. احنا هنعملها مرتين علشان تدينا طبقة كريسبي مقرمشة وحلوة. بعد ما طلعناها من الدقيق اول مرة هننزلها في المية بسرعة قوي، ونطلعها ونحطها في الدقيق مرة تاني. زي ما انتوا شايفين بنطلع قطعة قطعة، ننفضها شوية من الدقيق، نحطها بسرعة في المية ونطلعها ونرجعها تاني في كيس الدقيق. بالطريقة دي سمك الكفر بتاعنا هيبقى مناسب قوي واحنا بنقليه. مهم ما تطولوهاش في المية، بسرعة قوي تنزلوها وتطلعوها، ونقفل الكيس كويس ونرجها مرة تاني كويس قوي 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 لغاية ما الفراخ تتغطى حلو وتبتدي تاخد شكل الكريسبي اللي احنا متعودين عليه، اللي فيه التكستشر اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين كده شكلها بقى جميل وجاهزة ان احنا نقليها. انا سخنت هنا الزيت على درجة حرارة عالية قوي، واول ما نبتدي نحط الفراخ هنقلل درجة الحرارة شوية، يعني ما بين المتوسطة والعالية. وجهزت جنبي الشبكة والتانج اللي انا هطلع او هقلب بيه. اول ما الزيت يسخن هنبتدي ننزل الفراخ بتاعتنا في الزيت. مش هنحط قطع كتير، 3 أو 4 قطع على حسب حجم طاسة اللي انتوا بتقلوا فيها. واول ما نحطهم في الزيت احنا مش هنحركهم خالص، هنسيبهم على الاقل دقيقتين من غير ما نحرك الفراخ خالص. طبعا لو ما عندكوش الشبكة عادي خالص هتحطوا في الزيت على طول، هي بس الشبكة بتساعد ان احنا كل شوية نطلعها نبص عليها، لكن غير كده انتوا هتستخدموا التانج او حتى شوكتين مفيش مشكلة. المهم ما تقلبوهاش قبل دقيقتين على الاقل. بعد دقيقتين انا ابتديت ابص عليها وقلبتها على الناحية التانية. المفروض ان هي تاخد على الزيت من 5 ل7 دقايق حسب حجم قطع الفراخ اللي انتوا مقطعينها علشان تستوي حلو من جوه. زي ما انتوا شايفين لونها كده بقى جميل قوي، خلاص هما استووا. انا عايزه اقول لكم ان احنا مش بنعمل كل كميه الفراخ مره واحده في الدقيق، احنا بنعمل الكميه اللي هتتقلي بس. يعني احنا هنجهز 3 قطع او 4 قطع كل مرة في الدقيق ونقليهم، وبعدين نعمل 3 او 4 تانيين، علشان لو عملناها كلها مرة واحدة بالدقيق على ما نخلص القلي ممكن يكون الدقيق بتاعنا شرب مية من الفراخ وطري، مش هيبقى حلو. انا كنت جهزت 3 قطع تانيين وحطيتهم بنفس الطريقة، هنسيبهم دقيقتين ما نقلبهمش خالص، وبعد كده نبتدي نقلبهم لغاية ما يستووا في ال7 دقايق بتوعهم ونطلعهم من الزيت، ونكمل بقية الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم التتبيلة دي بتطلع الفراخ طرية جدا من جوه. زي ما انتوا شايفين الكراست شكلها جميل ومقرمشة خالص من بره، والفراخ
مستوية وطرية جدا من جوه. انا جبت هنا معايا عيش التورتيلا. انتوا ممكن تجيبوا عيش سوري او حتى ممكن تستخدموا كايزر زي ما تحبوا اللي موجود عندكم. وجبت صوص الرانش اللي احنا عملناه سوا قبل كده، وهاخد حوالي معلقة او معلقتين احطهم على التورتيلا بتاعتنا ونعمل ساندوتشات من الكريسبي ستريبس. هنحط خس ونحط قطع من الفراخ. انتوا ممكن تقطعوها زي كده وممكن تحطوها زي ما هي من غير ما تتقطع. الطريقتين حلوين زي ما تحبوا. وهنبتدي نقفل الساندوتش من الجنبين وبعدين نلفه زي كده صباع المحشي. هنقفله كويس قوي وبعد كده يبقى الساندوتش جاهز. انتوا ممكن بعد كده تحمروه في طاسة في زبدة او في زيت لو بتحبوا ده، بس انا حبيت يعني ما تقلوش اكتر من كده. الفراخ اوريدي مقلية في زيت فحبيت يبقى خفيف شوية عن كده. انا هعمل واحد تاني، هاخد قطعة فراخ بس انا المرة دي هسيبها زي ما هي كده، مش هقطعها، برضو بتبقى جميلة. وهنقفل الساندوتش كويس من الجناب الاول وبعد كده نقفله، وكده الساندوتش يبقى جاهز. طعمه حلو جدا، العيش ده بيبقى طعمه حلو قوي مع الكريسبي تشيكن زي ما انتوا شايفين شكله تحفة. ممكن تقدموها بالطريقة اللي انتوا تعجبكم. لو عجبكم فيديو النهاردة اعملولي لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة تانية ان شاء الله. Thank you.